تعالوا معايا، مضيت في اول نادي ليا في سريلانكا يا نجوم مصر، واتنصب عليا ورجعت مصر. تعالوا هوريكم اللي حصل معايا بالتفصيل. وطبعا كان عندي اول يوم تمرين بقى كده يا نجوم مصر زي ما انتم شايفين، وده الطريق، وهنا بقى كنا وصلنا النادي. كمل عشان تعرف الحقيقه يا نجم مصر. بس امانه عليك، بما اننا في رمضان، تصلي على النبي وصلي على النبي بجد، واخبط اللايك وتعالى كمل معايا. انا طبعا هحكي لك الحكايه كامله من غير ما اغشك، لاني ما اقدرش اغشك. طبعا ده النادي الوحيد اللي ليه مقر، نادي اسمه نيو يانج في سريلانكا. وطبعا اللي فات ده كان اول يوم، كان تمرين بس، كان عادي اصلا، ورحنا لقينا ناشئين بس وما لقيناش لعيبه. وصلنا تاني يوم وده كان الملعب، وحطوا العرض عشان كان عندنا ماتش، وهم طبعا في الماتش ده هيشوفونا فيه. ولكم ان تتخيلوا ان ده النادي الوحيد اللي عنده ملعب وعنده مقر في الدوله دي. هنا بقى كنا هنبدا الماتش يا نجوم مصر، وعشان تبقوا فاهمين بس الدوري هنا زي الدرجه الرابعه عندنا في مصر بالظبط. ولك ان تتخيل ان ده تيشيرت نادي في الدوري الممتاز. وطبعا الكوره بره مصر سهله جدا، واتقبلت والدنيا مطرت علينا واحنا مروحين، وجينا بقى تاني يوم عشان نخلص. وهنا كانت المفاجاه يا نجوم مصر. وقبل ما تعرف المفاجاه، خليك عارف ان الفلوس في الدوله دي ضعيفه جدا، وده كان سبب ان خلاني ارجع مصر. بص يا نجوم مصر كده، اول ما جينا تاني يوم للتمرين بعد الماتش، وبعد ما خلاص قالوا لنا انتوا معانا، لقينا قاعه وده أفراح. كان في نص الملعب. وطبعا ده كان سبب كفيل ان انا ارجع مصر تاني، لان ده مش طموحي يا نجوم مصر ولا طموحكم، وانا عمري ما غشكم واقول لكم ان الدوري ده جامد بصورتين حلوين في الاستاد اللي عندهم. طبعا انت هتقول لي امال ايه الاستادات اللي هم بيلعبوا عليها دي يا نجم مصر؟ صدقني هم الدوله كلها ما عندهاش غير استاد واحد بيتلعب عليه كل الماتشات. وهنا الحمد لله كنت رجعت وسط اهلي وبيتي في مصر تاني، تجربه اتعلمت واستفدت منها، وان شاء الله لو هطلع تجربه تانيه فهتكون في اوروبا يا نجوم مصر، عشان اقدم لكم حاجه تليق بيكم، وبرضه لاني عايز احقق حلمي بجد، مش مجرد صورتين في استاد نضيف.